حسين عرضية عالية، خطير 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 خطير، وهوبا والهدف. الله الله الله، عملها كهربا، عملها كهربا اهو. يا مساء الفل على كل جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. النهاردة بنتكلم عن واحدة من أقوى وأهم المواجهات الكروية اللي بتستناها جماهير الكرة المصرية والعربية كل سنة، وهي مباراة كأس السوبر المصري اللي هيجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في نهائي ناري بيقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. الماتش هيكون الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة و6:30 بتوقيت مكة المكرمة، في أجواء جماهيرية منتظرة وهتشهد حضور كبير من جمهور القطبين في الإمارات. وخلينا نقول إن مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري دايماً ليها طابع خاص جداً، لأن دي مش مجرد بطولة، دي معركة كروية تاريخية قبل أي حاجة تانية. كل فريق داخل الملعب بيحارب علشان يثبت إنه الأفضل، سواء على مستوى الأداء أو البطولات أو حتى الشعبية. الأهلي داخل اللقاء وهو بطل الدوري المصري الممتاز، وبيسعى يضيف بطولة جديدة لرصيده الكبير من الألقاب، خصوصاً بعد الأداء القوي اللي بيقدمه الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة يسرب، واللي بيحلم بتحقيق أول بطولة ليه مع النادي الأهلي. أما الزمالك فداخل اللقاء بهدف مصالحة جماهيره بعد موسم كان فيه كتير من التحديات، وبيأمل إن الفوز على الأهلي في السوبر يكون بداية جديدة للفريق واستعادة الثقة. وبالنسبة للتحكيم فالاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسمياً إن طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي خليل قموت، واللي يعتبر من الحكام المعروفين في أوروبا، وده القرار اللي اعتبره بعض خطوة كويسة لتجنب أي جدل تحكيمي في المباراة اللي بتكون دايماً مليانة توتر وحماس. طاقم التحكيم هيضم مساعدين من تركيا كمان، وده شيء بيزيد من مصداقية اللقاء وعدالته. جمهور الأهلي بقى متفائل جداً، خصوصاً إن الفريق عنده مجموعة لعيبة جاهزين ومتحمسين، والكل مستعد يقدم مباراة كبيرة تليق باسم النادي. أما جمهور الزمالك فشايف إن فريقه عنده فرصة قوية، خصوصاً بعد رجوع بعض اللاعبين من الإصابة، واللي ممكن يكون ليهم تأثير كبير في مجريات اللقاء. المباراة دي مش مجرد بطولة، دي قصة جديدة في تاريخ الصراع الطويل بين القطبين. الأهلي داخل علشان يثبت هيمنته المعتادة، والزمالك داخل علشان يقول لسه أنا موجود. وده اللي بيخلي كل مشجع سواء أهلاوي أو زملكاوي مستني صفارة البداية على. وفي النهاية بنقول لكل جماهير الكورة استعدوا لمتعة كروية حقيقية فيها حماس وندية وتاريخ كبير بيتكتب من جديد على أرض الإمارات. وسواء كنت أهلاوي أو زملكاوي، أكيد الكسبان الحقيقي هو الجمهور اللي بيحب الكورة الجميلة.